بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباحكم خير، صباحكم سعادة، صباحكم طاقة إيجابية، صباحكم كل حاجة حلوة بإذن الله. النهاردة الروتين بتاعنا يعني كان ضرب نار زي ما بيقولوا. جبنا كل حاجة بس من جوه زي ما انتوا شايفين، وغسلنا كمان سجاد وحاجات حلوة كتير. بس يا ريت أول ما تدخلوا بإذن الله تحطوا لي اللايك وتشتركوا في القناة لو كنتم لسه ما اشتركتوش. أول حاجة ابتديت بيها كده كنت صليت الفجر الحمد لله، وبعد كده قعدت شوية، وبعد كده قلت اصور لكم المنظر الجميل بتاع السماء اللي كانت تحفه كده. سبحان الخالق، بجد كانت حلوه قوي. كانت والجو كمان كان بارد لان بعد الفجر مثلا، يعني كانت حوالي الساعه 7 كده. فكنت بقى بعد الفجر فطرت وشربت النسكافيه بتاعي كده، وقلت يعني عشان استعين بالله كده واخش على المعمعه الشديده دي. الصراحه يعني الحمد لله رب العالمين كان روتين قوي قوي. انا بعمل ايه كده؟ انا مسكت الخلطه اللي احنا كنا عملناها مع بعض قبل كده، دلقت منها ورا البوتاجاز وشلت بقى البوتاجاز كده عشان اجيب وراه. شايفين ورا البوتاجاز عامل ازاي؟ ما فيهوش دهون خالص، ولا من تحت ولا من فوق ولا من اي حاجه، بسبب ان العامله اللي انا بوريها لكم دي بعملها كل شهر بالظبط. يعني كل اول شهر اعمل العامله اللي انا وريتها لكم دي، اشيل كل حاجه وانفض. مش هنفض بقى، اغسل كل حاجه حتى البلاط وكل حاجه. طبعا طول الشهر انت ايدك فيه، بس العامله دي بقى ان انت تغسلي تحت البوتاجاز، انك تشيلي المطبخ. انا شلت المطبخ وجبت من تحتيه من تحت كل حاجه. ده يتعمل مره في الشهر اقل حاجه طبعا. مسكت بقى البوتاجاز بتاعي زي ما انتم شايفين، دعك بقى بكلوركس الوان وبصابون سايل، بس والله ما عملتش اكتر من كده. يعني ما استخدمتش الخلطه فيه لان الخلطه تقريبا انا بستخدمها باستمرار. غسلته الاول بليفه ناعمه من فوق كده، بليفه ناعمه، مش ليفه سلكه ناعمه. لو كنتوا معايا لحد دلوقتي ما تنسوش تحطوا لايك. مسكت السلكه الناعمه وغسلت بيها عشان ما يتجرحش من فوق. لو انت بوتاجازك النوعيه بتاعته حلوه عادي استخدميها. انا كنت بستخدمها في بوتاجاز كان نوعيته كويسه جدا قبل ده على طول. كانت ممتازه ومش بتتجرح، بس للاسف لما استخدمتها في البوتاجاز ده اتجرحت مني، اللي هي السلكه الاستانلس. انا دلوقتي بستخدم سلكه ناعمه. دخلت بقى جوه على ال اسمه ايه الفرن بتاعي. طبعا بغسله برده من جوه ومن بره زي ما انتم شايفين. العمله دي يا جماعه خلوا بالكم منها لانها ممكن تسد المواسير بتاعه الغاز وتعمل لكم مشاكل. خلوا بالكم من الموضوع ده. فلما تيجي تعملي اعملي بالراحه كده وبعقل. انا المره دي ما عملتش بعقل، خلوا بالكم ما عملتش بعقل. فالبوتاجاز جيت اشغله الغاز ما رضيش يشتغل. خلوا بالكم من الحته دي. اعملي كده بعقل وبالراحه، ولما تيجي تحطي ميه حطي ميه بالراحه. المره دي بقى كان واخدني النشاط قوي يعني، فما عملتش بعقل الميه الصراحه. غسلته بقى زي ما انتم شايفين بالسلكه الخشنه، وعشان السلكه الخشنه مش بتعمل رغاوي حطيت عليها سلكه ناعمه عشان تديني الرغاوي دي والانسيابيه، فبتخليكي تعرفي تغسلي كويس. فاهماني؟ ممكن تجيبي ليفه، بس انا ما بحبش الليفه لان الليفه بتتملي، انا بحس انها بتتملي فيروسات، بتتملي ميكروبات. مش بحبها خالص. بحب اغسل بالسلكه الناعمه وارميها واستخدم غيرها بالنسبه لي يعني. مسكت بقى الدنيا زي ما انتم شايفين كده. ادلق بقى ميه وادلق ميه. انا بقول لكم لو كان في خرطوم بقى انا كنت هست خالص، بس ما كانش بقى في خرطوم ولا حاجه، واحسن لان كانت الدنيا هتبوظ اكتر ما هي بايظه. شايفين الدهون والحاجات اللي مش كويسه اللي بتنزل من على الجنب هنا، من على الجنب كده. بصوا عليها هتلاقي كل الحاجات الوحشه بتنزل. شايفين البوتاجاز بقى يلمع ازاي؟ رجع جديد والله، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. رجع جديد بجد من كتر ما هو نضف. شايفين بيلمع ازاي؟ خلاص وشي بقى فيه يعني. شلت بقى كل الميه اللي كانت موجوده وكده. بقى ايه ده؟ احنا لسه كمان هندلق بقى تحتيه ميه كتير بس مش دلوقتي. نصيحه مني، لو انت هتعملي الحاجات دي وانت عندك مواعين كتير وكده، لا ابتدي بالمواعين الاول، وبعد كده خلصي مواعينك وظبطي نفسك، علشان وقت ما تلاقي نفسك مش قادره اكمل خلاص انا مواعيني مغسوله والدنيا نظيفه. فاهميني؟ يعني الافضل لو انت عندك مثلا مواعين كتير، لا ابتدي الاول بالمواعين، وبعد كده ابتدي ببوتاجازك، ابتدي مثلا بالمطبخ لو انت عايزه تنضفي الظرف بتاعته. ليه؟ لان انا لو ابتديت بالمواعين وقت ما احب اخلص الحاجات التانية، انا مثلا بعمل الظرف بتاعه المطبخ ونضفتها، حسيت ان انا مش قادره اكمل وخلاص تعبت مش قادره اكمل، هبص ورايا هلاقي المواعين بتاعتي نظيفه وزي الفل ومطبخي زي الفل. لكن انا لو عملت العكس هلاقي نفسي نظفت الظرف ومن جوه، وابص على وانا تعبت خلاص ابص على المطبخ من بره الاقي الدنيا متكركبه ومواعين كتير ومش عارفه ايه. شايفين الجمال؟ ايه الحلاوه دي والنظافه دي يا نوجه؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الدنيا بتنضف نظيفه وكمان بتلمع. بصوا بقى
المواعين عندي كان بقالي اليوم اللي قبله كانت الميه مقطوعه، فالمواعين بقايا الاكل لازق فيها، فانا قلت بقى احط ميه كده، ولو الافضل انها تبقى دافيه شويه، بس انا الصراحه كنت مستعجله فما دفتش ميه. تمام، حطيتها بقى كده تبوش، وفي نفس الوقت ان انا ايه هغسلها على طول، يعني هي تبوش وانا بغسلها. بس كده فهمتي بقى قصدي في الموضوع اللي انا قلت لك عليه، ان انت تبتدي بالحاجه الاساسيه الاول، اللي هي مواعينك اللي هي الرخامه بتاعتك، الحاجات الاساسيه بتاعتك، عشان لما تبتدي تحسي ان انت تعبانه اخلص وقت ما انا عايزه، انا دلوقتي بقى مش قادره اكمل بقيه الظرف، خلاص مش هكملها، بص ورايا لا مطبخي نضيفه زي القشطه. عرفتي؟ خلي بالكم زي ما قلت لكم من عامله البوتاجاز دي، عشان الميه ممكن تسد الحاجات اللي فيه، المواسير اللي فيه، يجي الفرن عندك ما يشتغلش او بعد الشر يعمل فيكي حاجه، فخلي بالكم من الحته دي، وربنا يحفظكم جميعا باذن الله. المهم بقى كده خلصت المواعين بتاعتي، وبعد كده هنكمل بقى، ده احنا لسه هنغسل سجاد، ولسه هنغسل المطبخ بتاعنا من جوه ومن بره، حاجات كده كتير قوي يعني. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله ينول رضاكم، ولو اي تعليق اي حاجه عايزين تقولوها ان انا ممكن اعملها تبقوا يعني تتفرجوا وانتم مبسوطين اكتر، يا ريت تقولوها لي، هستنى اكيد تعليقاتكم، انا بحب تعليقاتكم جدا والله، والله بتشجعني فوق ما تتخيلوا. وما تنسوش تشتركوا في القناه، عايزين نوصل ل20,000، بعد ما كنتوا شادين في حيلكم معايا ووصلنا الرقم ده بسرعه، فجاه لقيتكم خلاص نمتوا بقى كده ومش بتحطوا لي لايك ومش بتشتركوا في القناه. الناس بقى الحلوه الجميله اللي معايا على طول، اللي بيشتركوا ومعايا وبيحطوا لايكات، دول على راسي الصراحه، ربنا يبارك لكم بجد. انا بحبكم في الله حتى من غير ما اعرفكم، لان في ناس بتحط لي من غير ما تعلق لي، انا بحبكم في الله وربنا يجازيكم كل خير. انا بقى مسكت هنا شلت تحت مهما كنت بغسل، يعني انا على طول بدلق ميه تحت حته المطبخ دهيت، وانتوا بتشوفوني يعني انا حتى في الروتينات بتاعتي بدلق الميه على طول تحت المطبخ عشان ما يعبيش اي حاجه، بس ما فيش فايده برضو، محتاجه ان انت تشيليه زي ما انت شفتي بقى، شلت كده ودلقت ميه وخليت الدنيا ايه جميله. فضيت بقى المطبخ بتاعي عشان اغسله بقى من بره ومن جوه، واخليه ايه كده حاجه يعني كانه لسه جديد. الصراحه العمله دي هتخلي نفسيتك مرتاحه جدا، ولما تدخلي المطبخ بتاعك هتلاقي نفسك مرتاحه فوق ما تتخيلي، لان نفسيتك حلوه عشان انت عارفه ان المطبخ كله نظيف من جوه ومن بره وكل الحاجات اللي فيه. ما تضغطيش على نفسك، مش لازم كل حاجه في نفس الوقت، مش لازم كل حاجه مره واحده، بس نصيحه مني الصحيان بدري بعد الفجر مباشره، قومي كده بعد الفجر افطري، اساسي اساسي طبعا هتصلي الفجر الاول وبعد كده تفطري حتى لو كانت حاجه بسيطه. انا في اليوم ده فطرت باتيه يعني مش اكتر من كده، حاجه بسيطه، وشربت النسكافيه بتاعي، وحسيت ان انا كده عندي شويه نشاط حلوين، قمت بقى على المطبخ زي ما انتم شايفين كده، جبته من فوق لتحت. وطب ده ليه؟ لان فعلا فعلا الوقت ده بيبقى فيه نشاط سبحان الله، لان ربنا يعني البكور اهم حاجه، البكور يعني الصحيان بدري اللي هو بعد الفجر على طول، بتحسي ان ربنا كده اصلا السيستم بتاعنا نازل ان احنا نصحى الفجر، وبعد كده نشوف اشغالنا، يعني المفروض ان ده السيستم اللي احنا نازلين بيه، بس للاسف احنا لعبنا في السيستم وبقينا نصحى الساعه 12 والساعه 10 وكده، فالحاجات دي بتجيب خمول على فكره. لكن لما تصحي بدري كده وتبتدي حياتك بدري، يا سلام على النشاط اللي ربنا بيبقى مديهولك، وحياه ربنا بجد جربوا واسمعوا كلامي وشوفوا كده، جربوا وانتوا هتدعوا لي وتقولوا لي يا نوجه بجد بجد كان عندك حق. مسكت بقى كده السجاده بتاعتي دي، انتوا عارفين انا بقالي شويه كنت فرشتها، فهي اتوسخت، وقع عليها شاي، وقع عليها حاجات زي كده فيها بقع، فطبعا انا عايزه مش عايزه الحاجه تمسك فيها، فشلتها وغسلتها على طول. بصوا برضو السين والشين عامله مشاكل معايا، مش عارفه الصراحه اعمل ايه في السين والشين لما بيجوا ورا بعض، انا خلاص بقي بحس انه بيهنج وبيبوظ. طبعا انا العامله كده وانا واقفه جميله وكل حاجه، بس انا كانت في بقع، فكنت محتاجه ان انا يعني امسك بقى كده من تحت وادعك جامد، كمان الفرشه دي ناعمه قوي، محتاجه فرشه تكون خشنه شويه عشان تنضف لي الدنيا. فانا مسكت فرشه البلاط بعد كده وابتديت اشتغل بيها. هي المفروض غلط نوعيه السجاده دي او الحافظه دي ما ينفعش خالص انت تستخدمي معاها الفرشه عشان بتلم وبره كبيره يعني، بس انا كانت هي فيها بقعه فكنت محتاجه كده. على فكره لو لقيتي بقعه كمان امسكي بقى حته صابونه كده، ليه الصابون اللي بتستخدميه في الحمام، وادعكي بيه الحته دي، هتلاقيها طلعت معاكي من قبل حتى ما تدعكيها بالفرشه.
فعلا فعلا حلو قوي قوي قوي. لو عندك بقعه حبر، لو عندك بقعه اي حاجه بتطلعها، والله بجد جميله. يعني انا اللي عرفني العمله دي كانت من اليوتيوب زمان، من قبل حتى ما ادخل اليوتيوب ولا اي حاجه. وفعلا هي حركه مفيده ان انت تدعكي كده بالصابونه، هتلاقيها طلعت معاكي اي بقع يعني. مسكت بقى الارض بتاعتي بعد ما غسلت، طبعا كانت مال تراب وكده. طب انت يا نوجه ما شلتيش ليه؟ انت شلتي كل حاجه، ليه سايبه الغساله؟ اللي حصل ان الغساله لما بحركها سنه من مكانها، الوصله بتاعه الميه بتقعد كل شويه تنزلي ميه، كل شويه تنزلي ميه، وصله الميه اللي بتخش في الغساله ابقى كده منضفه الدنيا وتمام، والاقيها بنزله لي ميه. يعني اكتر من مره كنت هتزحلق بسببها، مش ببقى عارفه ان في ميه في الارض وكنت هتزحلق بسببها، فما رضيتش ان انا احركها. وبعد كده شيطاني جابني ان انا احركها، لا كل حاجه اتنضفت واتحركت، يلا نجيب من عندها. شايفين؟ والله لسه بينزل زي ما انتم شايفين كده. بس انا بقى كنت عايزه اجيب تحتيه اكتر. الخرطوم بتاع الغاز للاسف اللي عملهولي قصير جدا، فانا مش بعرف اطلعه خالص غير المسافه اللي انتم شايفينها دي. فقعدت بقى ادلق ميه تحتيه تاني، واجر وادلق ميه وادلق. شايفين في حاجات هنا في الجنب، لان المكان ده اللي فعلا مش بقدر ان انا احركه من مكانه خالص. مسكت بقى ميه زي ما انتم شايفين، كل شويه اضرب تحتيه واجيب يطلع حاجات، اضرب تحتيه، مع ان احنا اللي شايفينه انتم من شويه انا كنت منضفاه قد ايه، بس هو مش بيتحرك للاخر. فضلت بقى كده احط ميه لحد ما طلع له صاحب، ولا رجع اسمها ايه كده، ظهر له صاحب ونضف والحمد لله. المهم نرجع بقى، مرجعنا للغساله بتاعتنا بعد ما لميت الميه بتاعتي وخلاص. مش قادره اكمل يعني، كل حاجه نتفت الا انتي. قلت والله خلاص، بعد ما كنت نظفت كل حاجه رحت جبت كده من وراها و... ونضفتها ومسحتها وكملت بقى تاني عادي. ايه اللي حصل يا نوجة؟ جابت ميه، طبعا جابت ميه. تلعبي في الحاجه لحد ما تبوظيها يعني. ففعلا الوصله بتاعه الميه بتاعتها جابت ميه، والله كل شويه اخش الاقي الميه بتاعه الغساله جايبه ميه، الوصله بتاعه الغساله جايبه ميه. بصوا بقى غيرت المكان ازاي. غيرت مكان انا بحب التجديد زي ما قلت لكم. غيرت المكان المطبخ بتاعي. واللي هيعرف انا جبت الرخامه دي منين ليه عندي جايزه. اللي تعرف الرخامه دي كانت بتاعت ايه. انا اهم حاجه عندي الشياكه. شايفين الشياكه كومي باين من الاسدال بتاعي. انا عاشقه للشياكه، لو سمحتوا ما تاخذونيش بقى على موضوع الشياكه اللي فيا دي. مسكت بقى حته المطبخ، كنت عايزه كده اعمل زي كورنر للايه، للكوفي يعني. زي ما بسمع. بصوا بقى جمال النظافه، شوف الحلاوه، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا بحب حاجتي وبقول بسم الله ما شاء الله، لان ممكن الواحد يحسد حاجته من غير ما ياخد باله يعني. فسامي وكبري على طول على كل حاجتك. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.